أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإسلام، إخوة الإيمان، درسنا اليوم في التوحيد. في الدرس الماضي قرأنا من كلام ابن كثير حيث قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. قرأنا هذا في درس الماضي، واليوم ننتقل إلى الدلائل. كل ما قال لديه دليل. قال هنا: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والدليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والدليل الرجاء قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. والدليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والدليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والدليل وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والدليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة دليل الاستعاذة دليل الاستعانة الأول. دليل على الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين في الاستعانة. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. والآن ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه كلها دلائل على كلام ابن كثير حيث قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. يعني العبادة هي أنواع كثيرة، وهذه دلائل التي تدل على هذه أنواع من العبادة تكون لله وحده. لذلك ساق لنا الآيات والحديث. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني هذه كلها دلائل التي تدل على كون هذه من العبادات. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. والدليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه كلها دلائل التي تدل على كون هذه من العبادات التي
تكون لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. كل شيء تطلبه من الله تعالى، لأن هذه كلها من العبادات. سمعنا في بداية كيف كانت العبادة أنواع كثيرة، منها الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء، وكل ما سمعنا من العبادات، وهذه دلائل على هذه الأشياء.